في ديانات أرضية وديانات سماوية. الديانات الأرضية مبنية على بعض الأشياء، منها النباتات والحيوانات والأجرام السماوية والأشخاص، بعض الأشخاص. أما الديانات السماوية اللي هنعرفها فهي اليهودية والمسيحية والإسلامية، وكل ديانة لها صلواتها الخاصة، وكل صلاة لها طريقة في الإعلام. وطريقة الإعلام في الإسلام الأذان. ما تيجي أقول لك إيه قصة الأذان؟ يلا بينا. 1. التعريف: الأذان هو إعلام بوقت دخول الصلاة. 2. الاختيار: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار للمسلمين طريقة للإعلام بوقت دخول الصلاة، وقد احتار بين البوق وهو طريقة إعلام بدخول الصلاة عند اليهود، والناقوس وهو طريقة إعلام بدخول الصلاة عند المسيحيين. 3. الاهتداء: رأى الصحابي عبد الله بن زيد في منامه أنه أراد أن يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم ناقوسا ليعلم الناس بدخول الصلاة، لكن رجلا أوقفه وأعلمه خيرا من ذلك وهو الأذان. 4. الأذان هو: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وتقول أشهد أن لا، ما تقولش أشهد لا، لأنه أن ومعها لا وفي إدغام. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. 5. التأييد: أيد النبي ذلك ووافق عليه. 6. الأمر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال بن رباح أن يقوم ويؤذن فيعلم الناس بدخول الصلاة، لأن صوته أفضل من صوت سيدنا عبد الله بن زيد. 7. التأكيد: أتى التأكيد لما سمع سيدنا عمر بن الخطاب ذاك الأذان فأقبل على النبي مسرعا وقال: والله يا رسول الله لقد رأيت مثل ذلك. أخيرا أتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.